في أحد البيوت في ليالي الهالوين فيه الطفل توم اللي ما بيصدق إنه بيروح البيت بتاعه عشان ياكل كل الحلويات اللي جمعها على مدار اليوم، ومربية الأطفال وصديقها قرروا يحكوا له قصة عن أهمية ترك بعض الحلويات لصائد الحلويات الشرير. زمان كان فيه طفل اسمه فرانك، أبوه وأمه أغنياء ومتشددين جدا، وكانوا بيسمحوا لابنهم يخرج يجمع الحلويات في الهالوين بس يرفضوا إنه ياكلها بحجة الحفاظ على الأسنان وبياخدوها منه. ده كان بيسبب حزن لفرانك، وكل هالوين بيأمروه يطلع غرفته ينام بسرعة. السؤال عند فرانك دلوقتي هو يا ترى هو أبوه وأمه بيعملوا إيه بكل الحلويات دي؟ فقرر في مرة يروح يراقبهم، فاتصدم لما لقى أكياس حلويات كتيرة مرمية على الأرض وأبوه وأمه هما اللي بياكلوا الحلويات. حس فرانك بغضب شديد وراح جاب سكينة وخلص عليهم وكل كل الحلويات. والأسطورة بتقول إنه كل هالوين بيعدي شبح صائد الحلويات على الناس، لو ما لقاش معهم حلويات بيقتلهم، ولو ادوله حلويات بيسيبهم أحياء. لما لاحظت مربية الأطفال إن توم خايف فاطمنه وتقول له دي مجرد أساطير مش أكتر، وكل الناس عارفة القصة دي، وسابته ينام. ولكن لسه توم خايف جدا، فقرر يقوم من النوم يسيب عند باب غرفته شوية حلويات عشان لو صائد الحلويات جه ما يقتلهوش. ومربية الأطفال مع حبيبها كلوا كل الحلويات اللي معاهم لحد ما بطنهم وجعتهم وما شالوش حاجة خالص. وفجأة Trick or treat. جه شبح صائد الحلويات وقتلهم كلهم. كانوا فاكرينه أسطورة بس طلع بجد وما لقاش معاهم حلويات فخلص عليهم. حس توم بالشبح، وبما انه سايب له شوية حلويات على باب غرفته فبالتالي الشبح خد الحلويات وهيسيبه في حاله، على عكس مربية الأطفال وصديقها اللي قتلهم. القصة التالية في أحد الشوارع في الهالوين صباحا، ماشي الشاب الصغير كارل مع أخوه وأخته وهو متنكر في زي شيطان صغير، ويحكوله عن بيت الراجل الغريب اللي عندهم في المدينة. هو الوحيد اللي ما بيحتفلش بالهالوين، والشباب كلها كل سنة بيخربوا بيته عشان ما بيحطش زينة الهالوين، ويخلوا كارل يروح لبيت الراجل ده يجرب يخبط عليه وياخد منه حلويات. ولما راح ظهر الراجل في هيئة شيطان غريب وضرب أخو وأخت كارل وجريوا بسرعة. وعلى عكس المتوقع قرر هذا الشيطان ياخد كارل وهو متنكر في زي شيطان صغير ويروحوا يقضوا الهالوين مع بعض لأول مرة لهذا الرجل الغريب. راحوا لدكتور، فبدل ما بيديهم حلويات يديهم معجون سنان عشان يحافظوا على اسنانهم. يتضايقوا جدا ويروح الشيطان يخلص على الدكتور وهم فرحانين ومستمتعين. عمال الشيطان الصغير والكبير يخربوا في البيوت وزينة الهالوين بتاعت الناس وبيضايقوا فيهم كمان. وصلت بيهم الحالة انهم جابوا مسدسات وبيثبتوا في الناس في الشارع عشان يسرقوا منهم الحلويات بتاعتهم، والشيطان الكبير بيسرق هو الفلوس منهم. وكمان عشان يعرفوا يروحوا وعملوا مقلب في واحدة ونجحوا ياخدوا منها العربية بتاعتها. وبعد ما الليلة خلصت تحصل مفاجأة لما روحوا البيت. الشخص المتنكر في زي شيطان صغير هو مش الشاب كارل، لا ده ابن الشيطان الحقيقي. كان محتاج يتنكر في زي حد عشان محدش يكشف حقيقته وتخريبه ومضايقته للناس. وراح الشيطان حرر الشاب كارل ويقول له شكرا جدا مش محتاجك. وطلع الراجل الغريب ده شيطان بجد مش متنكر. وطبعا كارل الطيب مش عارف الكوارث اللي عملها الشيطان الصغير وهو متنكر في الزي بتاعه. فاول لما يخرج من البيت الشرطة تيجي وتقبض عليه بسبب كل الشكاوى اللي الناس اشتكتها. القصة التالية هي المجموعة اصدقاء في الهالوين بيتفرجوا على فيلم رعب عادي خالص، بس اللي مش عادي وحقيقتهم المظلمة انهم بيخطفوا الشباب وبيعذبوهم وبيصوروهم وبيضحكوا عليهم عشان يرضوا نفسيتهم المريضة. بس فجأة جات لهم على الباب احدى الشابات مع كل اصدقائها وخلصوا على الاصدقاء المجانين دول، وانقلب كده السحر على الساحر. بس فيه إيما نجحت تهرب وتستخبى وتروح بسرعة تمسح صور التعذيب للشباب من تليفونها، يمكن الشباب دول يسيبوها في حالها ولا حاجة. بس فجأة جم ليها وعملوا كل ده عشان يحرروا صديقتهم اللي هم كانوا حابسينها، وهيدوا للشابة دي فرصة للانتقام من اللي عذبوها. وهي إيما هي الوحيدة المتبقية. عاشوا حياتهم بيعذبوا في الشباب وفي الآخر نفس الشباب دول خلصوا عليهم. في أحد الشوارع في ليلة الهالوين فيه شاب مشرد جعان
جعان لقى شنطة حلويات فراح ياكل منها، بس فجأة حس بحد حواليه وجات له عصابة الفتاة الشريرة أليس. الزعيمة بتاعتهم جاية تلعب مع المشرد شوية وخلعته الجزمة وجابت السيجارة بتاعتها وتروح تلعب معاه، بس فجأة لقوا شاب نادى عليهم فسابوا المشرد يهرب. ولما تروح أليس تبص عليه تستغرب من زيه التنكري الغريب والدم اللي على راسه اللي شكله حقيقي. وفجأة يلاقوه بيدي لأليس ورقة تعريفية للشيطان اللي هو متنكر فيه، شيطان بيظهر في الهالوين لحماية الضعفاء وأكل الأشقياء. ما تهتمش أليس بكلامه وتقول له مفيش شياطين غيري أنا وجماعتي وبس هنا، وترمي ورقة الشيطان فيخاف ويجري الشاب بسرعة وضللهم ورجع للعربية اللي كان عايش فيها مع عيلته زمان قبل ما العربية دي ما تتحرق، وده بسبب أليس وجماعتها الشريرة لما كان صغير. فهو ليه عندهم طار، وفجأة أليس وجماعتها ظهروا ليه ويستعدوا عشان يضربوه، ولما يجي يستسلم ظهر الشيطان وقتل أليس وكل جماعتها الأشرار وخد بطاره. القصة التالية هي لست عجوزة بتكلم الناس عن الهالوين وتقول لهم عارفين ليه بنتنكر في الهالوين؟ عشان لما الموتى يرجعوا للحياة ما يعرفوش يتعرفوا على حقيقتنا البشرية. وتحكي لهم كمان عن ساحرة اسمها ماري زمان الناس كانت بتعذبها كل هالوين، والأسطورة بتقول إن روحها بترجع كل هالوين، ولو سمعت أو حسيت بيها اوعى تبص في وشها نهائيا لا تقتلك. والكل حس بالخوف وراحت الست العجوزة تودع بنتها لورا وتقول لها خدي بالك وانت بتسوقي وما تخافيش من الساحرة ماري دي مجرد أسطورة. وبنتها لورا ماشية بالليل في العربية تلاقي العربية عطلت وشكل العربية كده مش هتتحرك من تاني، ولسوء حظها كمان التليفون وقع منها واتكسر وكده هتضطر ترجع البيت على رجلها. وكل ما تمشي في الطريق تقعد تفكر في الساحرة ماري وبتتخيل كل دمى الهالوين اكنها هي. وفجأة وهي ماشية في شارع بيتها تسمع صوت غريب اكنه ساحرة بالضبط، والصوت عمال بيزداد وفيه ظل غريب لحد وراها. فتخاف لورا وتقعد تقول لازم ما ابصش في عين الساحرة، وتجري بسرعة ونجحت توصل بيتها بامان. بس لسه عمالة بتفكر هل الساحرة ماري دي بجد ولا هي مجرد اسطورة فعلا. وفجأة تلاقي الكلب بتاعها جاي لانه حاسس بوجود حد في البيت. ما تهتمش ليه لورا ويقعدوا مع بعض يتفرجوا على فيلم رعب، وفجأة تلاقي لورا الساحرة ماري جت لها، وبما ان لورا بصت في عينها خلاص فالساحرة قتلتها. القصة التالية هي لكايل اللي بائس في حياته وحزين على مراته كايلا الحزينة جدا لانها ما بتخلفش، وبتقعد تبص على الاطفال وهم بيلعبوا في الهالوين وبتتحسر على حظها الوحش. المشكلة الاكبر لكايل ان كايلا كل ما بتتعصب بتتحول لشيطان غريب عنده اكتر من ايدين وبتهجم عليه. كل هالوين بيقعد كايل يفكر يحمي نفسه ازاي من هجومها، ولقاها قررت السنة دي في الهالوين تدي الاطفال حلويات وبتفكر تاكل واحد منهم يمكن ينزل بطنها وتحمل ولا حاجة. وكان بيصعب عليها الاطفال وما قدرتش تاكل حد منهم. وبعد ما الليلة قربت تنتهي يروح كايل يخفف عن كايلا ويقول لها عادي لو عشنا بدون طفل على فكرة. يلاقيها بتبدأ تتحول لشيطان وهتهجم عليه فيقول لها مش هينفع ناكل ولاد الناس ده ظلم. وفجأة الباب يخبط وطلع طفل تايه، فتقرر كايلا تستخدمه هو يمكن تحمل بقى. بس يتصدى كايل ليها ولقى حد بينادي وشاور للست الغريبة وطلعت هي ام الطفل ده فعلا وخدته ومشيت. وبيكون كده كايل بوظ مخطط مراته كايلا فتغضب عليه جدا وتشغل الفرن على اعلى درجة حرارة ممكنة، والشيطان اللي جواها ما قدرتش تتحكم في غضبه وخدت جوزها وحطته في الفرن انتقاما منها لانه تسبب في فشل مخططاتها. ودي كانت قصة الشيطان المجنونة. القصة التالية هي الراجل محترم اسمه بول بيحب يحتفل بالهالوين على طريقته الكلاسيكية اللي كل سنة الناس بتحب تحضرها عنده في البيت. بس مشكلته الأكبر هي جيرانه مايك ومراته الجداد خاربين الدنيا على الآخر بموسيقى عالية وزينة من الزومبي. وبيتمنى بول إن مايك ما يبوظش العرض بتاعه الليلة. ولما الليل حل يتصدم بول لما يلاقي مفيش حد جه حفلته نهائيا، وده بسبب الحفلة الصاخبة بتاعت جاره مايك. فاتضايق بول وراح يكلم مايك بالادب ومنفعش ويقول له انت لازم توطي الموسيقى عشان يعرف يكمل العرض السنوي بتاعه. بس مايك رفض برضه واتريق عليه والناس اتلموا حواليهم وبداوا معركة مع بعض. طبعا بول كان خسران، بس لما لقى الناس بتضحك عليه الادرينالين ضرب في جسمه وقرر يسدد لمايك ضربته القاضية. ولما جه يعمل كده وقعوا هما الاتنين على خشبة مسننة وماتوا مع بعض رغم انهم عاشوا حياتهم كلها بيكرهوا بعض.
في احد ليالي الهالوين في مزرعة قديمة فيه بنت بتجري وخايفة جدا من سفاح مشوه بيجري وراها. بعد ما قتل حبيبها فلقت بيت قدامها فتدخله بسرعة تحتمي فيه، بس المشكلة انها دخلت المذبح بتاع السفاح نفسه ولقيته قتل امها كمان وظهر لها عشان يقتلها وتحصلها بالمرة بس تهرب منه. فيتضايق السفاح جدا ويخلع قناعه ويجيب الرمح بتاعه واصطادها وقتلها بالرمح. ولما يروح على جثتها يلاقي نور من السماء وطلعت سفينة فضائية تنزله كائن فضائي لطيف بيطلب منه حلويات عشان يحتفل بالهالوين زي البشر. وطبعا السفاح اصلا ما عندوش الكلام ده، ما يستناش عليه فيفعصه برجله ويقتله. بس فجأة الكائن ده دخل في الجثة اللي السفاح قتلها واداها قوة خارقة وتجري ورا السفاح بسرعة. دخل السفاح كوخه مش عارف ايه اللي حصل وتهجم عليه الجثة الفضائية. يحاول السفاح يعتذر عن قتل الكائن الفضائي بس مفيش فايدة والكائن هيقتله. فراح السفاح بكل ادواته يحاول يقتل في الكائن ده والكائن ده برضه عمال بيقتل في السفاح. وفي الاخر هما الاتنين قطعوا في بعض، وكل ده لان السفاح ما اداش حلويات للكائن الفضائي اللطيف. القصة التالية هي اللي ماركوس وجاك فقراء ومديونين وبيستعدوا لخطف ابن راجل غني جدا في المنطقة ويساوموا على الطفل ده بالفلوس. واختاروا ليلة الهالوين والراجل الغني ده بيخرج ابنه عشان يجمع الحلويات. واول لما الاب ودع ابنه هم بدأوا مهمتهم وراحوا راقبوا الشاب ده وفجأة حصروه وجابوا كيس ونجحوا يخطفوه. وكان فاكرهم انهم هيدوه حلويات او هيودوه الملاهي، مستغربين منه ليه لحد دلوقتي ما اتكلمش وهادي بزيادة قوي. وراح ماركوس يكلم ابو الطفل ده عشان المساومة عليه بالفلوس. واول لما يقول له احنا خاطفين ابنك يتصدم ماركوس من رد الراجل الغني ويقول له انت وقعت نفسك في مشاكل كبيرة جدا وانا مش عايز المخلوق ده. انا لما صدقت اني خلصت منه اصلا وما تكلمنيش من تاني. انا بفكر اصلا اديك فلوس لانك خطفته. وفجأة يلاقوا الطفل اختفى وما طلعش طفل، لا ده طلع عفريت ويضربوه بالنار ما يحصلوش حاجة خالص. ونجحوا يكتفوه وربطوه وحطوه في كيس عشان يرموه في البحيرة القديمة ويتخلصوا منه. ولما رجعوا مكانهم يندبوا حظهم البائس، يوم لما يجوا يخطفوا يطلع عفريت ويتصدموا لما يلاقوا اثار اقدام مبلولة على الارض وطلع العفريت موجود معاهم ومحاصر جاك وعمال بيضرب فيه. ومش عارف ماركوس ايه الكارثة اللي حط نفسه فيها دي. فيروح يكلم الراجل الغني بسرعة يترجاه انه ياخد العفريت حتى لو كان عايز منه فلوس مستعد يديهاله. يرفض ويقول له العفريت ده مش هيسيبك غير بعد فترة، ده جالي من 5 سنين ولسه سايبني الليلة وكان محاصرني في البيت وشغلني عنده. انا ما صدقتش انه هيسيبني خلاص، انا ما صدقتش انه اخيرا قرر يمشي ويحررني. واديك نصيحة اكله لانه لو جاع ممكن ياكلك انت شخصيا. ولسه ماركوس يقول له طب هديك الفلوس اللي انت عايزها وخده من تاني. يلاقي الراجل العجوز قفل في وشه. فراحوا ربطوا العفريت للمرة التانية وراحوا بيه لبيت الراجل الغني ورموا على العفريت جاز وولعوا فيه عشان اللعنة بتاعته تخلص. وبيفكروا يسرقوا حد تاني عشان الديون اللي عليهم برضه، بس الاول انهم اتعلموا لازم يتأكدوا من اللي هيسرقوه ده عيلته شياطين ولا عفاريت. وقرروا يروحوا ياكلوا عشان يعرفوا يفكروا هيسرقوا مين. ولما راح ماركوس يجيب الاكل ودخل العربية ما لقاش صديقه جاك، ولما يبص وراه يلاقي العفريت سليم ولسه حي برضه وبياكل شوكولاتة وبيحلي. وده لانه كل راس جاك اصلا لانه كان جعان. مش مصدق ماركوس نفسه ولا عارف هيعمل ايه مع العفريت الملعون ده. القصة التالية هي الراجل اشترى يقطينة كبيرة من السوق ورسم عليها وجه الهالوين عادي خالص وفرحان وهو ومراته. بس فجأة تكون اليقطينة وحش اصلا وتهجم على الراجل وتقعد تاكل فيه لحد ما شبعت وسابت مراته خلاص ومشيت بسرعة. وكل ما بتاكل بتنمو اكتر واكتر. بتوصل المحققة ماكنيلي وطبعا مش مصدقة حدودة اليقطين المفترس ده. والست اصلا هي اصلا مش مصدقة نفسها من اللي شافته. وحتى الشرطي اللي كان بيحقق معاها رسم مواصفات الجاني وبرضه هي يقطينة مفترسة. المشكلة ان حالات الاختفاء كترت جدا في المدينة والناس خايفة بخصوص اليقطينة المفترسة دي. وراحت ماكنيلي للرئيس بتاعها ويقول لها بص بقى يقطينة مش يقطينة لازم تقبضي على المجرم مهما كان. انا مش عارف ارد على كل الشكاوي اللي بتجيلي. وصديق ماكنيلي لما شرح جثة الضحية لقى ان بصمات العض اللي فيه هي من اسنان كبيرة جدا زي يقطينة الهالوين واكيد اليقطينة المفترسة دي بجد. برضه ماكنيلي مش مصدقة لحد اما في مرة وهي في عربيتها لقت الناس بتجري وبتصرخ وشافت بعينها لاول مرة اليقطينة المفترسة فتضرب عليها رصاص كتير وتروح تتبعها تلاقي نفسها في وسط يقطينات كتير ولمحت اليقطينة المفترسة. ولما جت تضربها بالنار يكون مسدسها رصاصه خلص فتلاقي صديقها جالها وحدف لها سلاح وقتلت به
عليه اليقطينة المفترسة، ولاحظت علامة التصنيع بتاعتها وراحت للمعمل اللي بيزرعها ومعاها إذن تفتيش. والعالم ينكر ويقول لها احنا ما عندناش يقطين مفترس اصلا، فتقول له انها جايه تفتش وبس. وصدمتهم الكبيره لما دخلوا المعمل بتاع زراعه اليقطين انهم لقوا آلاف اليقطينات المزروعه اللي بتستعد انها تاكل لحوم البشر. وتخيل كده نهايه العالم تكون على ايد اليقطين المفترس. في احد المصحات النفسيه تسلل احد المرضى من غرفته واتجه لغرفه ملابس المصحه، وراح لقى قلم روج وهيستخدمه لانه بيحب المهرجين من صغره، ودور على الملابس لحد ما لقاهم ولقى شوية منهم تنفع لمهرج. وبسبب مرضه النفسي عمال بيضحك وخرج من المصحة بعد ما قتل عامل الحراسة. وبتوصل بنت جديدة لنفس القرية بتاعت المهرج المجنون ده واسمها ايف، وسمعت في الراديو تحذير الشرطة للناس بوجود مريض نفسي طليق متنكر في زي مهرج بيقتل اي حد قدامه. ما تهتمش ايف لان حياتها بائسة اصلا ومديونة وبتشتغل اكتر من شغلانة في اليوم الواحد. وصلت بعد يوم عمل مرهق لبيتها وهي لوحدها النهاردة لان جوزها مسافر للشغل، وتكلمه تطمن عليه، وفجأة تلاقي صاحبة البيت عايزة منها الايجار المتأخر عليها وتحذرها لان دي اخر مرة هتقول لها فيها لان فيه ناس تانية عايزة البيت ده اصلا. فتوعدها ايف انها تسدد لها كل فلوسها. والست صاحبة البيت راجعة مكانها تتصدم لما تلاقي المهرج السفاح قدامها وهي ما تعرفش حقيقته لسه. فتقول له لو ما خرجتش من هنا هتخانق معاك، وتلاقيه بيضحك لها ضحكة غريبة. ودخل للمخزن بتاعها فتجري وراه بسرعة عشان تمشيه، فيقفل عليها الباب ويقتلها. وايف سمعت صوت غريب بره البيت، ولما تبص تلاقيهم عمال النظافة بينظفوا وبيهتموا بالحديقة. فقررت تخرج تتمشى شوية وتخفف عن الضغوطات اللي عليها. ولما مشيت من هنا بقى عامل النظافة لوحده، ويلاقي السفاح المهرج جاله ويخلص عليه. وطلع لعامل النظافة ده صديق عمال بينادي عليه عشان يخلصوا شغلهم بسرعة ويمشوا، ما يلاقيش منه رد فيقلق عليه. ولما يروح يدور يلاقيه مرمي على الارض مقتول. وفجأة لما يجي يهرب ويجري يلاقي السفاح المهرج قبض عليه وقتله وخلاه يحصل صاحبه. ورجعت ايف البيت من تاني ومش عارفة عمال النظافة اختفوا فين. وفجأة وهي بتفتح الستاير بتاعتها تلاقي جثة العامل على شباكها. وفجأة السفاح المهرج جالها وعايز يقتلها، فتترعب منه وما عرفتش تكلم الشرطة حتى. ولما يجي يحاول يهجم عليها تنجح تهرب منه بسرعة، وهي بتجري وهو بيجري وراها بسلاحه. المشكلة ان شكل المهرج ده تقليدي ومعروف جدا هنا في القرية. ففيه مهرج متنكر عادي عربيته عطلت في نص الطريق وهو رايح مدرسة اطفال عشان يفرحهم ويكلم مدير المدرسة انه هيتأخر عليه شوية بسبب تعطل العربية. وبتكون ايف ضللت السفاح المهرج وشافت الغلبان قدامها فتعتقد انه المهرج السفاح، فتروح تهجم عليه وتقتله. واكتشفت في الاخر انها قتلت واحد بريء وتقعد تعيط. وفجأة السفاح المهرج الاصلي جالها وخلص عليها. القصة التالية هي لسفاح الكتروني اسمه تكنو باس اقتحم بيت احد البنات عشان يقتلها للمتعة زي ما بيعمل. وبتكون البنت دي مستخبية وخايفة منه جدا، افتكرت انها في امان، بس السفاح استخدم التكنولوجيا اللي معاه وقدر يستشعر مكانها وراح عليها وحاصرها وخلص عليها. الممثلة دي اسمها ريبيكا، بعتت ليها ست غريبة اسمها كات دعوة البرنامج لاحتفال بفيلمها الجديد. المشكلة ان كات بتحب افلام الرعب جدا، واكتشفت ان ريبيكا بتعمل افلام الرعب لمجرد الفلوس وبس ومش مهتمة بالمجال نفسه، وبتعمل نفسها قدام الكاميرا انها طيبة وبتحب المعجبين بتوعها، بس خلف الكاميرا هي بتكرههم كلهم. فاتصدمت ريبيكا من كات بعد ما عرفت حقيقتها. وفجأة كل ما تحاول تمشي من عندها تلاقي كات قدامها في كل مكان، وطلعت كات اصلا ساحرة وتقتل ريبيكا بسبب كذبها وتضليلها للناس. في احد الحدائق في بيت واحدة اسمها نانسي طيبة وغلبانة وبتكلم النباتات وهي بتزرعهم، وبتقعد تغني وبتحب الورد بتاع عباد الشمس الاصفر، وجايبة اكياس بذور ليه مخصوص عشان تزرعها، وبتتمنى يبقى عندها ورد عباد شمس جميل وتقعد تغني له هو كمان. وبعد فترة الورد طلع، وكمان بقى عند نانسي اجمل زهور عباد شمس في كل قريتها لانها زرعتها بالحب. المشكلة هي في جارتها مارة بتكره النباتات جدا خصوصا الورد، وبترش عليهم مادة عشان تموتهم بحجة انهم بيحجبوا الشمس عن بيتها. واول لما شافتها نانسي تروح عليها وتحاول تمنعها بس تفشل، ومارة ضربت نانسي ورشت عليها المادة الغريبة كمان، وتقول لها لو ما شلتيش الورد ده هاجي انا بكرة وهشيلهم بنفسي انا ومحدش هيمنعني. فتقعد نانسي تعيط وتشتكي للورد وتتمنى ان مارة تموت. وفجأة
الحقيقة، ومارا في حديقة الجيران بتبوظ نباتاتهم كمان يكون نبتة عباد الشمس استجابت لنداء نانسي والروح دبت فيها، وتروح النبتة تلم كل الأغصان بتاعتها وتقعد تلف وتربط في مارا لحد ما نجحت تخنقها وتموتها للأبد لأنها بتكره النباتات والطبيعة ومنهم الورد. ولحظة نانسي إن فيه ورد عباد شمس اختفى من عندها، فتعتقد إن مارا هي اللي عملت كده، وتلاحظ كمان إزازة المبيد بتاعتها ففاض بيها، وقررت تروح لمارا البيت وتتخانق معاها عشان تتوقف عن قتل النباتات بتاعتها. ولما تروح عشان تنتقم منها تتصدم لما تلاقي مارا أصلا ميتة ومش عارفة إزاي، فتروح نانسي بسرعة تبلغ الشرطة اعتقادا منها إن في سفاح هنا ولا حاجة، وفيه واحد في أحد المناطق بيلعب كرة سلة وكل شوية الكرة تنحرف منه للغابة. في مرة وهو رايح يجيب الكرة تكون الوردة بتاعت عباد الشمس رمت أغصانها عليه وربطته وموتته خنقا زي مارا، وهو مصدوم من اللي حصل له، والورد ده كده خرج عن السيطرة. وفيه راجل نايم في مكتبه عادي، فتتسلل النبتة دي لمكتبه وتلف أغصانها على رجله وإيده وجسمه كله وتقتله خنقا هو كمان، ومحدش قادر يوقفها. وهي ماشية راجعة الحديقة بتاعتها تلاقي شخص كمان قدامها في عربيته، تسيبه؟ لا طبعا، دخلت عربيته من غير لما يحس وتروح تلف أغصانها عليه وتقتله هو كمان. وفضلت تستمر على كده لحد ما وصل عدد الضحايا ل10 أشخاص، والشرطة مش عارفة المتهم. ونانسي قاعدة مع صاحبتها سام تقول لها على ورد عباد الشمس اللي اختفى من حديقتها، ومحدش يقدر يعمل كده غير مارا. طيب هي ماتت، الورد دلوقتي راح فين؟ وفجأة تظهر أغصان وردة عباد الشمس وتهجم على سام وتحاول تموتها خنقا هي كمان، بس نانسي خدت بالها المرة دي وراحت بسرعة تجيب نار وتولع في وردة عباد الشمس وتموتها هي وأغصانها كلها، ومش عارفة ازاي كل ده حصل. واضطرت نانسي تحرق الورد اللي هي بتحبه، وكان بينتقم من الناس سواء اللي بيكره أو اللي ما بيكرهش النباتات والورود والطبيعة. كان فيه بنت اسمها إليزابيث في قريتها بتلم الملابس من الغسيل بالليل، هجمت عليها مصاصة دماء غريبة، وحاولت إليزابيث تهرب منها بس فشلت وتقعد تصرخ وماتت وهي بين أحضان جوزها، ومصاصة الدماء هربت. زوج إليزابيث اسمه جونسون كل ما بينام بتجيله الكوابيس دي، وأكن مراته إليزابيث بتقوله إنها مش هتستريح في قبرها إلا لما يجيب لها حقها، وبيحاول يتتبع آثار مصاصة الدماء اللي هربت منه. في أحد القرى بتوصل محققة شرطة اسمها لورا بسبب وقوع جرائم قتل كتير هنا بالليل للبشر خصوصا، وراحت تسأل حارس المقابر سايروس عن الصرخات اللي الناس بتسمعها من المقابر عنده، فيقول لها أنا معرفش حاجة، أنا قاعد في الكوخ بتاعي جنب المقابر وبسمع صرخات كتير عادي، ممكن تكون الذئاب مثلا بس مستحيل يكونوا بشر، ولازم أمشي لأن عندي شغل. فتقول له لورا لسه كلامنا مخلص وهتحقق معاه تاني. الشرطة وصلت لمسرح جريمة جديد حصلت فيه جريمة قتل تانية على نفس نمط السفاح اللي بيقتل في الناس هنا، والناس كلها خايفة ومش عارفة تعمل ايه. واصبح سؤالهم دلوقتي يا ترى الدور جاي على مين، ويطلبوا من المحققة لورا تحل اللغز ده بسرعة وتوعدهم هتعمل اللي هتقدر عليه. وهي في عربيتها بتربط بين الدلائل تلاقي جونسون جالها ويقول لها انا عارف انك بتحققي في قضية السفاح اللي هنا، بس هو مش سفاح، دي مصاصة دماء قتلت مراتي إليزابيث زمان، ولما تتبعتها عرفت انها وصلت هنا. وللأسف لورا ما تصدقهوش لانها مش مؤمنة بوجود مصاصة دماء اصلا. فقد جونسون فيها الامل انها تساعده ويمشي ويروح هو يساعد نفسه بنفسه. وفيه بنت بتتمشى في الغابة لقت مكان غريب قديم اول مرة تلاحظه في الغابة، فحست انه مهجور، ولكن فجأة تلاقي ايد غريبة بتشاور لها من الشباك عشان تروح لها، ولما تروح من هنا عشان تستكشف السفاح الغريب خطفها وقتلها هي كمان بعد ما وقعها في الفخ. وراحت لورا تكمل تحقيق مع سايروس، تلاقيه خايف جدا ويقول لها انا جاتلي من فترة زمان بنت اسمها كاميليا، كانت بتقول انها تعبانة وبتدور على مكان تعيش فيه بامان من اهل القرية بتاعتها الاشرار اللي بيكرهوها وعايزين يقتلوها. ولما وافق سايروس بعد ما صعبت عليه انها تعيش في الكوخ القديم في الغابة، اكتشف فجأة انها مصاصة دماء وبتاكل البشر، وقالت له لو قلت لحد هتقتله. فيخاف سايروس جدا ويجري بسرعة للبندقية بتاعته في الكوخ القديم بتاعه ويحاول يقتل المحققة لورا بعد ما عرفت السر عشان مصاصة الدماء ما تقتلهوش، ولكن فشل ونجحت لورا تقتله. وفجأة جالها جونسون وضربها بالخشبة اللي هي نقطة ضعف مصاص الدماء، وكان بيتصنت على حادثة مع سايروس وراح الكوخ المهجور في الغابة ولقى جثة البنت اللي مصاصة الدماء قتلتها في الأول، ولقى
لقى مصاصة الدماء كاميليا وهي نايمة استعدادا للاستيقاظ ليلا وصيد البشر، وعمال جونسون يفتكر صرخات مراته إليزابيث، ولما يروح يقتلها بالخشبة تيجي لورا وتضربه بالنار، ولما تحاول مصاصة الدماء تهجم عليها توقفها لورا وتقول لها هي مش عايزة تقتلها، هي عايزة منها تحولها لمصاصة دماء زيها عشان تبقى محققة خارقة ما بتموتش، وهي زهقت من حياتها العادية خلاص. ولما تروح لمصاصة الدماء عشان تعضها يفوق جونسون في آخر نفس ويقتل مصاصة الدماء ولورا بالخشبة بتاعته ويموت هو كمان معاهم، وريح روح مراته إليزابيث، ولما مات راحت روحه تقابلها ويعيشوا في سلام مع بعض. لمزيد من القصص الأكثر رعبا هسيب لك روابط ليهم في الوصف تحت الفيديو.